أنا لحد دلوقتي مش مستوعبة اللي حصل لي. بجد اليوم ده مش عادي في حياتي أبداً. هحكيلكم القصة من الأول علشان تفهموا الموضوع. أنا اسمي عبير وعندي دلوقتي 32 سنة، والقصة دي فات عليها تقريباً 12 سنة. البداية كنت لسه بنت في الجامعة، كنت أمورة جداً وكنت محبوبة جداً وسط صحابي والدفعة الأكبر مني، وكنت بعامل الكل كويس وكل الناس زملاء. أنا متعودة من صغري إنه مخليش حد يقرب مني إلا عدد محدود ومكسفش حد، واتعامل مع الكل بأدب وأخلاق. وكانت الأقرب ليا وعشرة العمر والإنسانة اللي تربينا سوا من وإحنا عيال صغيرة هي جارتي فاطمة، ساكنة تحتي، وأنا وهي مواليد نفس السنة. بس أنا دخلت كلية وهي ما دخلتش لأنها ما كانتش بتحب التعليم، وقررت تكمل في التعليم الصناعي وخدت دبلوم. بس ده ما فرقش أبداً بيني وبينها، وناس كتير قالولي خلي بالك إنه مستواكي دلوقتي يختلف عنها، وده ممكن يعني يخليها تغير، وانتي حياتك كلها مكشوفة ليها، بلاش تبقي كده قوي معاها، حرصي منها، وكلها تحذيرات منها. أنا ما كنتش بسمع ولا بهتم، لكن الزن على الودان أمر من السحر. بعد سنة ابتديت أتجنب فطومة شوية واخد جنب منها، وهي حست. وفي الأول ما كنتش فاهمة، وبعدين لما عرفت كلام من اللي بسمعه هي قررت إنها تحافظ على علاقتنا لكن بشكل سطحي. وتصارحنا بعض، وهي قالت لي إنها متفهمة ومش حابة إنه نفضل ويحصل شيء يشوه مشاعرنا وذكرياتنا، وإنه الأفضل إننا نبعد. وفعلا بعدنا. وأنا في الوقت ده حبيت عصام، ده كان معيد عندي في الكلية، أكبر مني ب8 سنين. كان له طلة كده تخطف العين بجد، وله هيبة كده مش زي الشباب اللي في جيلي خالص. هو كان جن قوي في نفسه، وله كاريزما كده، وراسي قوي، والكلمة بتطلع منه موزونة قوي. نسيت أقول لكم إني من وأنا صغيرة لما كنت أتوتر كان يجيلي رعشة كده، ولما كبرت بقيت لو ابتدت الرعشة دي بيفضل إني آخد حباية كان كاتبها لي دكتور. وطبعاً ما كانش هيبقى في يوم محتاجة فيه الحباية دي قد اليوم اللي هقابل فيه عصام. أيوة، مش يوم واحد معين، لأ، ده كل مرة بقابله ببقى محتاجة الحباية جداً لأنه بيوترني قوي. المهم إحنا اتخطبنا، وفطومة حضرت الخطوبة، وكنت شايفة في عينيها فرحة بجد ليا، وحسيت بحضنها دافي قوي. لكن بعد الخطوبة حمات أختي قالت لي بالنص: البنت دي شايلة ليكي شر كبير، والبنت دي مش نظيفة من جوه، ونفسها وحشة قوي، وكلام كتير قوي من النوع ده. وأنا مش عارفة لا أصدق ولا أكذب. أصله الغيرة ده أول حاجة اتثبتت في دخول القتل لعالم البشر، ووارد جدا إنها تكون موجودة بين النفوس، وخاصة بعد ما تغير الحال. وفي يوم كنت معزومة أنا وخطيبي وأختي وبابا وماما عند حمات أختي، وكلنا وشربنا عصير، وأنا حسيت بإحساس غريب شوية بس ما ركزتش قوي. وروحنا، وأول ما وصلنا ابن أختي جري بسرعة يطلع قبلنا وقفل على نفسه من جوه بالترباس. أنا طلعت جري وراه لأني معرفش، بس حسيت إني هموت وأدخل الحمام. أول مرة في حياتي أحس كده، ومكسوفة لأنه خطيبي معايا ومامته كانت موجودة، وأنا مش عارفة أعمل إيه، وإحساس إني عايزة أدخل الحمام مش قادرة، مزنوقة بطريقة ما حسيتهاش أبداً أبداً. كنت هموت بجد، ومعرفش حاولت أكلم ابن أختي يفتح، مش راضي نهائي. قلت له بصوت واطي: هموت وادخل الحمام أبوس إيدك. وده بأعلى صوت عنده: طنط عبير أم شخة أهي. وفضل يرددها، وأنا ما بقيتش قادرة أقف، ورجلي ضمت على بعض، وخلاص بقيت مش قادرة أمسك نفسي تاني، وكان منظري قذر قوي. في اللحظة دي خطيبي قلع الدبلة ونزل سابنا، ولقيت فطومة بتطلع جري عليا وبتاخدني من وسط الكل، وبتجري بيا على الحمام في شقتها. وفضلت واقفة لحد ما خلصت، ودخلت خدتني في حضنها وتحيلني زي الطفة الصغيرة. والولد الصغير ابن أختي فتح الباب ودخلهم، وأنا منفجرة في البكا تحت، وبقول لفطومة: ابن أختي زنقني على السلم وخلاني في موقف زبالة. الموقف صعب قوي. فضلت تطبطب عليا، وفوق أهلي مسكوا ابن أختي علشان يفهموا هو ليه عمل كده، شوية بالتهديد وشوية تاني بالوعود، لحد ما قال إن حمات أختي هي اللي قالت له يعمل كده، وإنها وعدته لو عمل كده
هياخد منها فلوس كتير. طبعا واجهناها، هي أنكرت، بس فطومة كانت شاكة في حاجة وقالت لي هي حماة أختك عندها ضغط؟ قلت لها لأ، عندها السكر بس. قالت لي طيب، وراحت عند الصيدلية اللي تحت بيتها وسألت هناك واحدة صاحبتها كانت شغالة فيها إذا كانت الست دي جات وخدت مدرب وول ولا لأ. وصاحبتها سألت اللي شغالين معاها وعرفت إنها جات قبل يوم العزومة بيوم وطلبت من الصيدلية أقوى مدرب وول. وطبعا فطومة قالت لي إنها حطته في العصير، وده اللي خلاني أبقى في حالتي اللي شافتني عليها. وطبعا لأني عندي مشكلة أعصاب أصلا، فكانت متوقعة أو متأكبة إني هعمل حمام على نفسي. وطبعا علشان تتأكد إن عصام هياخد باله وهو راجل محترم، طلبت من ابن أختي يغني أغنية قذرة علشان عصام يشوف الموقف ويقول لأ، مش هتجوزها. قلت الفطومة بعد الموقف ده، هو المستوى اتغير والظروف اتغيرت، بس انتي عليتي وأنا وتيت. انتي معدنك الأصيل خلاكي تقفي في شدتي، وأنا لأني ما عنديش أصل بعتك أو ما جات أيام خيري. خدتني في حضنها قوي ويومها قالتني أنا مش زعلانة منك يا حبيبتي، وما أقدرش اللي اتربيت معاها من وإحنا عيال تبقى في موقف صعب وما بقاش معاها. ده انتي حتة من نفسي يا بت، انتي مش برا عني. أنا كل ذكرياتي بفتكرك لأنك جزء مني وأنا كمان جزء منك. المشكلة مش في إنك عليتي ولا المستوى اللي اتغير، المشكلة إنك لقيتي نفسك مش مناسبة للمستوى اللي داخلاه. قلتي توقعي نفسك علشان تناسبي. انتي ما تخليتيش عني، انتي تخليتي عن نفسك. وأقسملك كنت بدعيلك في كل صلاة إنك ترجعي لنفسك مش ليا وبس. المستوى يا عبير يتكيف على صاحبه وطباعه ومعدنه، لكن لو حصل العكس البني آدم بيخسر كتير، وأولهم نفسه، زي البي اللي خلع دبلتك وجري هربان. وعلشان إيه يعني؟ لمؤاخذة موقف بايخ حصل. فين؟ على سلم العمارة وقدام أهلك وأمه بس، يعني مش فضيحة، بس هو حافظ إن المستوى ما يسمحلوش أبداً يكمل بعد الموقف، حتى ولو هو معجب بيكي. هو مش موجود، ماشي ورا اللي هيقولوا ليه المستوى وبس. انتوا عارفين حماتي طبعاً جوزت عصام لبنت أخت حماتي، وده مش بعدها بكتير، ده بعد الموضوع يمكن ب4 شهور بس. وعايزة أقول لكم سر، عصام كان محترف قوي في إنه يطلع اللي قدامه مقصر وإنه فاشل، وعصام طول الوقت الراجل اللي بيسعى ينقذ العلاقة وينجحها ويعمل الصح، والست اللي معاه كدابة ومدعية وهو ضحية، وقدام الناس هو مثالي لدرجة مبالغ فيها. على فكرة هو بعد بنت أخت حماتي اتجوز 2 تاني، وده في 10 سنين 3 جوازات، وكلهم حصل فيهم نفس السيناريو. أنا اتجوزت من 5 سنين، حبيبي عمر راضي المعدن وشبه معدن فطومة حبيبة قلبي، لأنه نقاوة أديها. ما هي سابتنيش، ولحد دلوقتي أنا اللي مش قادرة أسيبها وبترجاها ما تبعدش عني. يا بخت الإنسان بجد اللي عنده حد بيشكل جزء من روحه، لأنه ببساطة عنده حد يرجعه لنفسه لو حصل في وقت إنه تاه ومعرفش يرجع. هيكون الصديق ده أكتر حد أمين عليه، وأمين إنه يرجعه لنفسه، مش يخدعه أو يمشيه في طريق غريب عنه. وبكده خلصت الحكاية. لو عجبتكم ما تنسوش تدوسوا لايك، وطبعا عايزة رأيكم في الكومنتات. ولو لسه مش مشتركين في القناة بستأذنكم تعملوا اشتراك علشان يوصلكوا الفيديوهات الجديدة.